السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طاجن بامية في الفرن او برام بامية كده، حاجة كده ايه، ريحة وطعم وجمال ما اقولكوش عليه. انا عملته معاكم قبل كده بس من فترة طويلة. عملت معاكم طاجن البامية بس كان بطريقة مختلفة غير دي. تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف عملنا البامية بتاعتنا الحلوة دي ازاي، او طاجن البامية ده ازاي. طبعا اول حاجة هعملها هي اللحمة. هبتدي اسلق اللحمة. عندي هنا اللحمة هقطعها وهحطها واشطفها شطفة كده. وكمان عندي هنا ايه، ماسورة. انا مادام هعمل لحمة يبقى اجيب معاها ماسورة عشان هما بيحبوا الشوربة. فطبعا اللحمة مش بتعمل شوربة كتير زي الفراخ وكده. وطبعا ما بيشربوش شوربة الفراخ الا ان كانت فراخ بلدي، انما لو فراخ بيضة ما حدش بيقرب منها يعني. فاللحمة يبقى لازم، مادام في لحمة يبقى في شوربة. فانا هسلق اللحمة مع الماسورة. بعدين اسويها سوا كامل. سوا كامل اللحمة يعني، مش اديها نص سوا وكده، لا هسويها سوا كامل. وهنشوف هنعمل ايه تاني، وريها لكم ان شاء الله بعد ما تستوي. اول حاجة بقى في سلق اللحمة هنزل بسم الله الرحمن الرحيم بالماسوره. هسلق الماسوره الاول عشان تطلع الريم بتاعها، لان طبعا المواسير يا جماعه بتطلع ريم كتير. فطلع بقى الريم بتاعها، وبعدين هنزل باللحمه. بصوا بقى، مجرد ما غليت طلعت الريم بتاعها. اشيله بقى. وبعدين برضو هنزل باللحمه، واللحمه طبعا برضو هتطلع ريم هشيله. وبعد كده احط بقى الايه، البصل والطماطم والبهارات اللي بحب احطها على اللحمه بتاعتي. طبعا الماسوره غسلتها غسله جامده عشان بيبقى فيها كده شعيرات كده وخشب من القرمه اللي بيكسروا عليها. بصوا بقى معايا هنا دي حته دهنه. فاكرين الدهن اللي انا كنت عاملاه قبل كده معاكم، اللي حطيت عليه لبن وسيحته وقلت لكم هقول لكم النتيجه معايا عامله ايه؟ وساعتها بصراحه ما قلتلكمش، بس كررت الموضوع تاني. كان عندي دهن، مثلا بجيب لحمه بيطلع فيها دهن يعني. كنت عامله حوالي كيلو دهن كده، وحطيت عليه نص كيلو لبن، وطلع بقى ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد يا جماعه حلو قوي بصراحه. ما تحسيش بطعم الدهن خالص في الاكل، بس بشرط ما يكونش دهن ضاني. لو هتعمليه بدهن ضاني اتاكد ان هو هيبقى باين طعم الضاني فيه وطعم الدهن كمان. انا عملته بدهن العادي، الدهن البقري عادي خالص، وسيحته عادي برضو كده، الطريقه معروفه يعني. وطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. انا بقى بستخدمه في ايه؟ انا بستخدمه في الطشات. لو هعمل طشه ملوخيه مثلا، بستعمله في الطبيخ زي كده الباميه. ما استعملتوش والله الا في الباميه بس والملوخيه يعني. انا ما مش بعمل بيه حاجه تانية خالص غير الملوخيه والباميه. لاني تقريبا كده انا مش بعمل طبيخ غير الباميه يعني. لو هعمل طبيخ بتبقى بطاطس مطبوخه بتاع ده، بطاطس في الفرن، كوسه في الفرن. ان انا اعمل طبيخ بقى كده نادر جدا جدا يعني لما بعمل طبيخ. خلاص ساحت حته الدهنه معانا او السمنه، تقليد السمنه. هنزل بقى بالباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوحها فيه، اشوحها في السمنه. هنقول عليها سمنه. انت مش حابه طبعا الدهن ده مش متواجد عندك يعني، مش لازم تحطي معلقه سمنه. خير اللهم اجعله خير. الرنج لايت وقع معلش، وخد كل اللي في وشه. الستاند اتكسر مني عشان كده ماسكه التليفون بايديا، انما الرنج لايت الحمد لله يعني. بس اتقطع للاسف دلوقتي، لما وقع اتقطع، الفيشه بتاعته اتقطعت، بس ظبطتها يعني. خلاص كده ايه، هشوحه. هنزل بقى بالبصل. هشوح الباميه في السمنه، بعد كده هنزل بالبصل. هنزل بقى بالبصل
اشوحه برضو مع الباميه. طبعا عملت معاكم طريقه طاجن الباميه ده قبل كده من فتره طويله كده، بس كانت طريقه تانية مختلفه عن الطريقه دي. وانا بصراحه انا بحب الطريقه دي عن الطريقه الاولانيه، عشان خاطر اللحمه بتبقى مستويه حلو كده في الشوربه، وبتعملي شوربه كمان تستفيدي بالشوربه تعملي بيها اكله تانية. طبعا النهارده هعمل قلقاس بالخضره فمحتاجه الشوربه، فالطريقه دي احلى معاكي، وكمان هتعمل لك شوربه من اللحمه. انا عن نفسي يعني انا عن نفسي بفضل الطريقه دي في الطعم والطريقه يعني. افضل اشوح فيها بقى لحد ايه ما احس ان البصل كنت مهديه النار لما الستاند وقع. خليه بقى لحد البصل ما يدبل معايا. بعد كده هنزل معايا قرن فلفل ثواني، هنزل بقى بقرن الفلفل. لو انتي حباه سبايسي حطي سبايسي، لو مش حباه زي حالاتي عادي كده. انا طبعا حطيته عادي فلفل رومي عادي عشان احنا القطه دخلت عليا وانا بعمل الاكل. برجع كده تشويحه كده. مش حابه القرن الفلفل خالص، مش تحطوهوش، هو اختياري مش اساسي في الوصفه يعني. هنزل بقى عصير الطماطم وهتبلها بقى بالملح والفلفل وشويه البهارات، وهسيبها بقى ايه تتشوح كده او تتسبك. هسيبها تتسبك في الطماطم وبعدين هندخلها الفرن. وانزل بقى بالملح. طبعا انا زودت الطماطم شويه ميه، غسلت الكبه في شويه ميه الطماطم اللي كانت فيها يعني، وحطيتها شويه بهارات، شويه فلفل اسمر. طبعا قرب ما هتتسبك او خلاص اتسبكت قبل ما احط اللحمه هنزل بالثوم. وهي دي اللحمه اهي خلاص داخله على سوا، تكون ان شاء الله الباميه اتسبكت خلاص. هي كده اتسبكت بقى معايا. هنزل بمعلقه الثوم وفصين ثوم، كمان هنزل بالشوربه. حطيت كده 3 كبشات شوربه. الريحه لسه ريحه يعني مغليتش بالثوم، وريحه الثوم طلعت بجد. الباميه لما تحط لها الثوم ني كده عليها بعد ما تستوي يا دوبك ياخد غلوه معاها وخلاص بيودي الباميه في حته تانية خالص. طبعا انا اتعلمت الحته دي من حماتي، كنا احنا بنحط الثوم مع البصل. اتعلمت بقى حته ان الثوم تحطيه ني كده مع الباميه بعد ما تستوي يا دوبك غلوه واحده وتروحي طافيه عليها. هجيب بقى اللحمه في الوقت ده وهنزل بيها برضو بعد ما استوت. طبعا اكون مظبطه الملح لان انا لسه الماسوره ما استوتش، مش هحط لها الملح دلوقتي لما تستوي. فهظبط بقى الملح بتاع الصلصه عشان احط اللحمه. انزل بقى باللحمه بسم الله، اديها بقى كده قلبه او غلوه في الصلصه مع اللحمه مع الباميه، وهدخلها بقى ايه هفضيها في الطاجن وهدخلها الفرن. هتاخد كده ايه حوالي ربع ساعه بس مش اكتر، عشان طبعا الباميه يعتبر مستويه كل حاجه والصلصه متسبكه يا دوبك بس تاخد طعم الفرن كده وتاخد وتدي بشكل ودي مع الباميه واللحمه وكله بقى تمام. شوف برضو سواها مظبوطه كده 10 دقايق كده ربع ساعه وهروح طفي عليها. خلاص كده بقى عند الطاجن بسم الله هنبتدي بقى انزل
والبامية واللحمة والصلصة الحلويات دي. تمام كده. احطها بقى في الفرن ربع ساعة كده، 10 دقايق او 10 دقايق وهشوفها، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني. ادي بقى طاجن البامية بعد ما طلع من الفرن، ريحته قلب الشقة كلها. طبعا انا مرضتش ازود عليه الوقت عشان هو مستوي وكل حاجة فيه مستوية، مش يعني مش هيستوي في الفرن، ويدوبك خد طعم الفرن. تمام. كل حاجة فيه زي ما قال الكتاب بالظبط. يلا لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.